السلام عليكم ورحمة الله، وياكم أخوكم كاسك يا وطن. اليوم بشرح كم أداة على السريع تجميلية، بس الأولى أنصح فيها لأنها تسرع عندك الإنترنت والتنقل وأنصح فيها. أما الباقي كلهم تجميليين. لو تلاحظون شلون طريقة التصفح عندي سريعة. طبعا راح اشرح اول اداة اللي هي اسمها سبيد انتر نسفير، نزلها من سيديا. نكتب سبيد اس بي اي اي. شوف انا طلعت. هذه تنزلها، تسوي لها انستول وتنزلها عندك، وراح تحصلها بالاعدادات. طبعا شرحنا التنزيل، انا بعطيكم الحين بس الاسامي، وانتم الله يعينكم تطقوا مشوار حق سيديا وتنزلون. تحصلها بالاعدادات، وفعلا راح تلاحظ فرق كبير بين قبل وبعد ما تنزل الأداة هذه. راح تشوف سرعة في التنقل. الثانية تشوفون الصفحة شلون تنطوي عندي. راح اكتب لكم اسم البرنامج اللي تنزله. الثالثة اللي هي ماسكس، تشوفون هذه تغير لك الاشكال، الايقونات عندك بالايفون، انت تختار الشكل اللي تبيه. تشوفون الاشكال هذه كلها، انت تختار الشكل اللي تحبه تصير الايقونات. لو نختار التفاحة ونطلع، شوف شلون تغيرت الايقونات عندي. طبعا شغلة تجميلية، ومتى ما تحب تغير هذه الاشكال عندك، نختار الشكل هذا. تشوفون تغيرت الاشكال عندي. هذه الادوات اللي اشرحها اليوم راح تحصلون اساميها موجودة، وتروحون للسيديا وتنزلونها. بالنسبة للماسكس هذا تحصله هني، تبطل اول واحدة بس enable، وتروح الماسك الغناء، والاختيار الثاني تحصل الاشكال. اي شكل تبيه بس تضغط عليه وترجع باك ويتغير عندك تلقائيا. هذا اللي عندي اليوم، وان شاء الله بعد في شغلات حلوة ثانية، بس صبروا علي شوي، وما عندي شيء اضيفه. والسلام عليكم ورحمة الله، وياكم اخوكم كاسك يا وطن.